سلام. كيبدا فيلمنا في هذا المختبر وكنشوفوا واحد المجموعه ديال المهندسين كيطوروا في واحد الروبو. في الاول ما كيصدقش ليهم، ولكن مع الوقت طوروه باش يولي بحال بنادم. وهذا الفريق كيتكون من فيكتور ومراته نادية وصاحبتها كاتيا. هنايا نادية كيجيها اتصال من ولدها ديمتري، ما كتقدرش تجاوبه وكتصيفط له ميساج وكتقول ليه عيط لباباك. فعلا كيعيط لباه وكيقول ليه بلي ما بغيتش ندخل الحصه ديال الرياضيات، ولكن الاب ديالو كيقنعو باش يدخل الحصه الرياضيات باش يولي مهندس كبير بحال باه. وفعلا ديمتري كيمشي يدخل الحصه ديال الرياضيات وكتقول لهم الاستاذه بلي الرياضيات اهم حاجه في العلوم، حيت كل شيء كيخدم بالرياضيات. ولكن الدري الصغير تيقول لها بلي الفنون ما غاديش نحتاجو فيها الرياضيات، ولكن كتقول له بالعكس. دافينشي واحد الرسام معروف كيستعمل في اللوحات ديالو النسب الرياضيه دقيقه باش يصدقوا اللوحات ديالو. ولكن الدري الصغير ما مسوقش ليها. في الامتحان كيرسم وما كيخرج حتى شي سؤال، وكتقولوا الاستاذه باللي غادي نقولها لوالديك وغنسقطك في الامتحان. اما والديه في المختبر خاصهم يعدلوا على الروبو، ولكن فيكتور كيقول له باللي ما كاينش الوقت وكيمشي ويتيستيوه. اول مره كيحطوه في واحد التران شعله فيه العافيه باش ينقذ فيه الضحايا، ولكن ما كيقدر يعتق حتى شي واحد. تاني تيست كيديوه لواحد البنايه باش ينقذ دوك الناس اللي طاحت عليهم ديك الدار، ولكن ما كيقدرش وكيفشل تاني مره. اما الثالث مره كيديوه يشوف واحد الناس اللي غطح عليهم واحد الحديده وخاصو يعتقهم. كيقدر يعتق الراجل الكبير، ولكن الام وبنتها ما كيقدرش عليهم. وهنايا الرئيس ديال الشركه ما تيكونش فرحان بهذا الانجاز اللي داروا. من بعدها الروبو كيهضر مع فيكتور وكيسولو على ديك التصويره ديال العائله ديالو، واش عائلته وشنا هي اصلا كلمه عائله. وكيقول ليه واش حتى انا من عائلتك؟ فيكتور كيقول له لا، بلي انت غير روبو. ملي كيمشي فيكتور للدار هو وناديه كيتلاقاو مع ولدهم الصغير وتيغوتوا عليه على داكشي اللي دار في المدرسه، حيت الاستاذه قالت لهم كلشي. وكيقول ليه باه بلي الفن ما كيوكلش الخبز، خاصك تقرا المات حيت هو الباب ديال المستقبل. ولكن ديمتري ما كيكونش باغي يولي مهندس بحال باه وكيقولها ليه. اما في المختبر الروبو هز التصويره ديال العائله، دابا هو في راسو بلي ان هذيك العائله عائلته، عليها خرج باش يقلب عليهم. وهنايا ملي كيخرج كلشي كيخاف منه وهو ما فاهمش علاش خايفين منه. اما في المدرسه المعلمه كتقول لهم باللي عندهم واحد المسابقه ضد واحد المدرسه اخرى وخاصهم يصنعوا روبو، واللي صاوب روبو ذكى من الاخر هو اللي غيربح. ديمتري ما كيكونش مسوق كيخرج. اما من بعد كيعرفوا باللي الروبو خرج من المختبر. ديمتري كيمشي للدار وهنايا كيتلاقى مع الروبو قدر يعرف الدار وقدر يوصل ليهم. ديمتري ملي شافو الاول مره خاف وكيتبعوا الروبو حتى البيت ديالو وكيسولوا على سميتو وكيجاوبوا الروبو كيقول ليه بلي سميتي 112. ديمتري ما كتعجبوش السميه وكيقرر يسميه روبو. كيقول ليه عجبتني هاد السميه وكيوافق يبدل السميه. وكيسولوا الدري صغير شنو جاي دير هنايا، وكيقول ليه باللي جيت نقلب على عائلتي اللي في هاد التصويره. ولكن كيقول له بلي هاد العائله خايبه اصلا، هما ما كيدعمونيش في القرارات ديالي وما بغاونيش نولي فنان. وحتى الروبوت يكون حتى هو معصب منهم حيت تعصبوا عليه وما عجبهمش الحال ملي فشل في الاختبارات ملي كانوا كيتيستيو فيه. مع الوقت المدير حتى هو عرف بلي الروبو هرب وقال لفيكتور باللي خاصك ضروري تطفيه وتلوحو باش ما يأذي حتى شي واحد. ولكن فيكتور كيقول له باللي هو مبرمج باش يعاون الناس وماشي باش يأذيهم. فيكتور ملي مشى للبيرو ديالو ما كيلقاش التصويره، وهنا كيشك باللي الروبو مشى عنده للدار. ملي كيمشي للدار ديمتري كيخبي الروبو باش ما يشوفوش باه، وفعلا كان كيقلب عليه ولكن ما لقاهش. وكنشوفوا باللي العلاقه ديال ديمتري والروبو كتكون قويه لدرجه ان كيديه وكيعلمه وكيديه للورشه او الاستوديو اللي كيرسم فيها وكيعلم الروبو شنو هو الرسم حيت الروبو ما كيعرفوش. وكيقول ليه ديمتري غتبقى هنايا حتى نجي عندك. والمدير كيضطر باش يقولها للبوليس باش يلقاوه ويصفيوها عليه باش ما يبقاش يدور. اما فيكتور في العشاء كيكون مقلق حيتاش الا ما لقاوش الروبو الشركه غتسد وما غيبقاوش خدامين. وكيسولوا ديمتري شنو واقع وكيشرح لولدو باللي واحد الروبو صايبوه وهرب ليهم والا ما رجعش غادي يخرجوا من الخدمه. وسولوا ولدو الى لقاوه قال ليه باللي غندمروه. من بعد كنشوفوا ديمتري في المدرسه واحد كيقرا معاه كيسول المعلمه وكيقول لها بلي داك الروبو اللي هارب واش يقدر يأذينا. كتقول له بلي نورمالمون الروبوات ما كيأذيوش،
ولكن هذو اللي كيهربوا ممكن يكون خارج على السيطره. وهنا كيجبد هذاك الدري واحد الروبو صغير وكيشد واحد المانيطه وكيخليه يمشي عند المعلمه وكيخلعها. ملي كدور هذاك الدري كيعطي لديمتري المانيطه وكيبان باللي هو اللي ضرب الاستاذه. وهنايا كتعاقبه وكتقول ليه بلي غنقولها لوالديك. ديمتري ملي كيرجع الدار كيمشي يشوف ديريكت الروبو وكيلقاه جالس مع عامل النظافه اللي كيعاون ديمتري في الرسم. وكيقول الروبو بلي خاصنا ضروري نخبيوك ونخرجوك من هنا حيت كلشي كيقلب عليك. وهنايا الراجل كيقول لهم بلي خوه سافر وبلي قادرين يديوه يخبيوه في الدار ديال خوه، ولكن هاد الدار جات في الغابه محروقه. ديمتري كيفرح وكيقول بلي ممكن يكون هادشي في الصالح ديال الروبو حيت ممكن يعاون دوك الناس اللي تما ويعرفوه بلي ما كيعادي حتى شي واحد. شويه كنسمعوا الدقان ديال البوليس وكيكونوا جايين باش يفتشوا ديك البلاصه باش يقلبوا على الروبو. فعلا كيدخلوا وكيشوفوهم، ولكن الروبو كياخذ ديمتري وكيهرب بيه. وهنايا في الاخبار كيقولوا بلي لقينا الروبو ولكن خطف واحد الدري صغير وهرب. من بعدها كنشوفوا باللي ديمتري والروبو مشاو تخباو في واحد الدار مهجوره باش حتى واحد ما يعيق بهم. وهنايا الروبو كيقدر يغطي الدري الصغير على البرد وكيخدم ليه الرسوم باش ما يقنطش، ولكن واخا هكاك ديمتري كان مقلق على الفراق ديال والديه. الروبو كيقترح عليه باش يوصلوا للدار، ولكن ديمتري ما تيبغيش، كيقول له باللي انا خايف عليك حيت الا لقاوك غيدمروك. ناديه الام ديال ديمتري كتكون خايفه على ولدها بزاف وخايفه لا الروبو يأذيه، ولكن فيكتور كيقول لها ما تخافي ما والو، الروبو صايبناه باش يحمي البشر وماشي باش يأذيه. ومن بعدها كتوصلهم واحد الرساله من عند البوليس على امل ان لقاو زعما ولدهم، ولكن كيقول لهم باللي غادي نوسعوا دائره البحث. الغد ليه كنشوفوا ديمتري مع الروبو وكيقترح عليه باش يتنكر ويلبس اللباس بحالهم باش حتى واحد ما يعرفو. والروبو كيقدر يديتيكتي الناس اللي كاينين تما وكيفهم باللي خاصو يمشي من تما باش حتى واحد ما يشوفو ويأذيه. كاتيا كتمشي عند فيكتور وناديه وكتقول لهم باللي المختبر سد وباللي خرجوا من الخدمه. من بعدها ديمتري كيمشي لواحد السيرك باش يسرق الحوايج ديال البهلوان ويلبسهم الروبو، ولكن كيشدوه وكيضطر يقول لهم الحقيقه. وملي كيعاود لهم الحقيقه كيقبلوا وكيعطيوه الحوايج، وفعلا الروبو كيلبس دوك الحوايج. وهنايا ديمتري كيتلاقى مع صحابو ديال القرايه وكيقول لهم باللي خاصكم تجلسوا مع الروبو باش نجيب التيكي ونرجع. فيكتور عيا باش يقنع المدير ديالو وقال ليه باللي راه المستقبل هو الروبوتات، ولكن المدير كيقول ليه باللي هذا الروبو سرق دري صغير وانا ما عندي ما ندير بالمشاكل. هاد الدراري الصغار بقاو كيهضروا مع الروبو وانطوان قال ليه وريني المهارات ديالك في الطيران. فعلا الروبو كيوريه وكيصوروا وكيقول لصاحبته باللي خاصني ننشر هذا الفيديو باش نتشهر. البنت كتقول ليه لا، ولكن الدري ما سمعش ليها الهضره. ديمتري ملي كان غادي في الطريق كيتلاقى مع البوليس، ملي كيشوفوه كيعرفوه وكيعرفوا باللي هذا هو الولد اللي خطفوا الروبو. كيعيطوا لباه وكيقولوا ليه باللي ديمتري راه معانا. من بعدها كنشوفوا البنت ولات الصديقه ديال الروبو. اما الفيديو ديال الروبو ناري دار بوم وكل شي شافه، والمدير كيشوف الفيديو وكيقرر باش يتبع الجي بي اس ديال التليفون اللي صور هذا الفيديو باش يعرفوا فين بلاصه الروبو. ومن بعد كنشوفوا بلي ديمتري جا عنده باه وكيقول باه بلي الروبو ما خطفنيش، انا اللي مشيت معاه في خاطري. فيكتور ملي كيسول ولده كيقول له فين الروبو، ديمتري ما كيبغيش يقول له فين حيت خايف لي يدمروه، ولكن كيقول لولده بلي انا 5 سنين وانا كنصايف هذا الروبو وما نقدرش ندمره ونسمح فيه لهاد الدرجه. وقال ليه باللي اصلا كنا باغيين ندمروه حيت ما كيعرفش يتواصل مع الناس، ولكن ديمتري كيأكد ليه باللي ولا كيعرف يتواصل مع الناس ودابا غيوريه فين بلاصتو حيت عرف باه باللي ما يقدرش يأذيه. المدير كيقدر يوصل للدار ديال أنطوان هاد الدري الصغير اللي صور الفيديو. اما ديمتري وباه كيوصلوا للبلاصه اللي كان فيها الروبو وكيشوفوه جالس مع البنت، وكيتصدم فيكتور باللي فعلا الروبو طور المهارات ديال التواصل مع الناس. وكيقرروا باش يهربوا دغيا حيت المدير وصل لديك البلاصه وكيشوفهم وكيبقى تابعهم، ولكن شويه كيحاصرهم باش ما يهربوش ليه. وكيحاول فيكتور باش يقنع المدير ان الروبو حسن من المهارات ديال التواصل مع الناس وباللي ما غاديش يقدر يأذي حتى شي واحد، ولكن المدير ما بغاش يسمع، مقتنع باللي هذا الروبو خاصو ضروري يدمروه. وفعلا جبد واحد الآلة اللي غيقدر يقتل بها الروبو. وهنا كنشوفوا واحد الكونتينر
كبير غادي يطيح، كان غيطيح على المدير، ولكن الروبو قدر يشدو. وهنايا كيكون عتق الحياة ديال المدير اللي كان هو باغي يقتلو. الروبو قدر يشد الكونتونير، ولكن بدا بحال اللي كيخسر، حيت هذيك الحمولة ثقيله عليه بزاف مسكين. وهنايا ديمتري كيكون مسكين كيبكي على الروبو حيت تهرس كله. وهنايا المدير عاد استوعب الهضره ديال فيكتور وعرف بلي عنده الحق. اما من بعد ملي كيهزوا الكونتونير كيمشيو يشوفوا الروبو وكيصحاب ليهم باللي مات، ماشي مات زعما تدمر. وهما غاديين كيتفاجئ ديمتري بالصوت ديال الروبو اللي كيعيط ليه بسميتو وكيقول لهم بلي انا باقي في الحياه. المختبر رجع يخدم، والروبو ولا عايش مع العائله ديال فيكتور كيف ما كان ديما كيحلم باش تكون عنده عائله. اما ديمتري ولا كيرسم، والعائله ديالو ما بقاش كتوقف ليه في طريقه، ورسم القصه ديالو مع الروبو. وهنايا كيسالي الفيلم ديالنا، واللي عجبو الفيلم يلايكي ويبارطاجي.